ولسوء الحظ سيدور افتكر وخرج كالعادة، لأن اليوم ده كانت الدنيا لسه نهار، لكن لو كان بالليل أكيد طبعا هيقول إن هو نايم. ولما دخل المطبخ علشان ياكل وقعت منه كوباية فاتكسرت، فقام فيليب من مكانه وهو مخضوض ومش عارف صوت الكسر ده حصل فين، فقال أروح أشوف إيه الوضع، ربما يعني يكون حرامي دخل البيت. وهنا بقى هتحصل الصدمة. أول ما دخل المطبخ شاف سيدور واقف بياكل من غير ما ياخد باله منه، وطبعا أول ما فليب اتخض فضل يزعق انت مين ودخلت هنا ازاي، وقامت مشاجرة ما بين الاتنين. وطبعا علشان زي ما قلت لك ان سيدور كان رفيع وضعيف، فما كانش قادر على فليب بايده، وقدر ان هو يطلع مسدس كان معاه وانهى حياته. وبعد ما فليب وقع على الارض متوفي، سيدور ما كانش هرب من البيت، اخد كمية اكل تكفيه يعني يومين، وراح استقر في الغرفة او الملحق التابع للمنزل. وفي نفس اليوم ده واحد من جيران فيليب كان عازمه بالصدفة على العشاء، ولما الدنيا ليلت وما راحش العزومة كان جاره ده قلق عليه جدا، خصوصا يعني ان هو عايش لوحده. نسيت اقولك ان هو كان متجوز، لكن زوجته في الفترة دي كانت مريضة ومحجوزة في المستشفى. المهم الجار بلغ الشرطة باختفائه، وبالفعل اتحركت مجموعة من القسم علشان يعني يروحوا البيت ويعينوه ويعرفوا ايه اللي حصل معاه. هناك فضلوا يخبطوا على البيت لكنه ما كانش بيرد عليهم ابدا، كسروا الباب ودخلوا يفتشوا المكان من جوه، وطبعا اكتشفوا انه واقع على ارضية المطبخ متوفي. الشرطة والجيران قاموا بدفنه، وبعد كده بلغوا زوجته في المستشفى بخبر وفاته، وعملوا تحريات وبحثوا في كل مكان عن الجاني، لكن للأسف ما توصلوش لأي حاجة أبدا. معرفوش مين الفاعل وليه عمل كده أصلا، وقفلوا القضية وكتبوا في المحضر إن هي ضد مجهول. الغريب هنا إن سيدور ما سابش المنزل برضه وفضل مستقر فيه زي ما هو. وقتها اتخذ المكان زي ما بيت ليه فقط، والأكل والشرب بيطلع يسرقهم من أي حتة، وآخر اليوم بيروح ينام في الملحق. وفضل على الحال ده لحد ما زوجة فيليب كانت خفت وخرجت من المستشفى، وطبعا وقتها راحت تعيش في بيتها عادي يعني زي أي واحدة، لكنها ما تعرفش إن في شخص مجهول الهوية هيعيش معاها. ونفس المنهج هو كان مشي عليه سيدور، كل ما الزوجة تنام أو تخرج علشان تروح مشوار يروح المطبخ ياكل ويشرب، يسرق من الفلوس حاجات بسيطة يعني علشان ما تحسش بيها. لكن المفاجأة هنا إن هي خدت بالها من كل اللي بيحصل، بدأت تلاحظ إن المواعين بتتنقل من مكانها، الأكل اللي في التلاجة بينقص، الفلوس بتقل من غير ما تلاقيها أو تعرف يعني هي صرفتها في إيه. لكن كل الملاحظات دي هي للأسف ما جاش في بالها إن في شخص هو اللي ورا الموضوع ده. يعني من الآخر افتكرت إن البيت مسكون بالعفاريت، واعتقدت إن الأشباح والأرواح الخفية هي اللي ورا الموضوع ده كله، وهي السبب في كل حاجة غريبة بتحصل. واللي أكد لها الموضوع ده إنها في مرة كانت قاعدة في الأوضة وسيدور افتكر إن هي نامت، وساعتها عدى في الطرقة وهي التمحت خياله